الإنترنت اللي انت قاعد بتلعب عليه بابجي طول النهار وعمال تشير فيه على صور عشان توثق كل لحظة كان سبب في ارتكاب جرائم كتير قوي وكشف جرائم أكتر. الإنترنت مهم، بس الأهم إزاي هتستخدمه، وهتستخدمه صح ولا غلط. من أشهر الجرائم دي بقى يا سيدي جريمة اختفاء اليوتيوبر جابي بوتيتو اللي العالم كله اشترك في البحث عنها ومحدش قدر يوصل لها. جابي كانت مخطوبة ليوتيوبر مشهور اسمه براين لاندري، والله زي ما بقولك كده لاندري، مغسلة يعني. الاتنين كانوا عاملين ثنائي لطيف قوي على مواقع التواصل الأمريكية، حاجة كده زي حمدي ووفاء عندنا أو أحمد وزينب. الناس كانت معجبة قوي بقصة الحب اللي بينهم، ما هو محدش ليه علاقة غير اللي بيحصل قدامه على الشاشة، محدش فاهم ايه اللي بيحصل في الكواليس. في يوم جابي وخطيبها طلعوا في فيديو قالوا ان هم اشتروا عربية جديدة ناويين يلفوا بيها كل ولايات أمريكا، بحيث يصوروا المناظر الجميلة اللي هيشوفوها ومتابعينهم يشاركوهم اللحظات الممتعة دي لحظة بلحظة. لحد هنا الموضوع كان حلو قوي والدنيا ماشية معاهم زي السكينة في الحلاوة. وبالفعل جابي وخطيبها ابتدوا الرحلة بتاعتهم بالعربية البيضاء اللي ظهرت معاهم في الفيديو، لحد ما في يوم واحد اتصل بالشرطة وقدم البلاغ. ايه بقى حكاية البلاغ ده؟ تعالى وانا اقول. حكاية البلاغ بقى يا سيدي إن ده واحد اتصل بالشرطة قال لهم إنه هو بيلف بعربيته في ولاية من ولايات أمريكا ووصف لهم مكان بالظبط. لقى حاجة غريبة جدا، لقى عربية بيضة فيها ولد وبنت راكنة على جنب، الولد بيضرب البنت بالكفوف، بيلطش لها يعني. الشرطة قالت له كفوف بيلطش لها؟ لا، انت تجيب اللوكيشن واحنا هنتصرف. وفعلا بعت اللوكيشن، وبالفعل انتقلت قوات الشرطة للمكان اللي اتحدد، ولما وصلوا لقوا العربية مركونة وفيها جابي وخطيبها. الضابط قرب من العربية وسألها هو فعلا اعتدى عليكي أو كان بيضربك؟ ردت جابي وقالت له أبدا والنبي يا باشا، ايه الكلام ده ما حصلش. قال لها امال انتوا ايه اللي موقفكوا هنا؟ رد خطيبها وقال له يا باشا اصل وانا ماشي يعني اتخبطت في رصيف فركنت بالعربية. وأكدت جابي على كلامه وقالت له يقطعني، انا اللي شددت انتباهه. الضابط ما دخلش دماغه الكلام ده لانه كان واخد على النوع ده من البلاغات اللي غالبا بتكون فيه الضحيه خايفه من الجاني، فقرر يفصلهم عن بعض. نزل جابي من العربيه وسالها، قال لها هو مهددك وانت خايفه تتكلمي؟ قالت له يا باشا قلت لك مفيش الكلام ده. انكرت جابي، انكرت لانها كانت بتحبه. اصيله يا بنت ام جابي، بس اصلك ده اللي هيجيب رقبتك. لو عايز تعرف ازاي تعالى وانا اقولك. بعد الواقعة دي جابي اختفت تماما، بس قبل ما تختفي عملت حاجة غريبة قوي، بعتت لأهلها رسالة بتوصيهم فيها على جدها. طب ايه الغريب في كده؟ الغريب ان ما كانتش دي طريقة جابي المعتاد عليها في الكلام، وكمان ما كانتش بتنطق اسم جدها كده عادي زي ما كتبته في الرسالة. امال كانت بتقوله ايه؟ كانت بتقوله يا جدي، يعني هتكون كانت بتقوله ايه؟ وطبعا ده اثار شكوك اهل جابي وخلاهم يبلغوا الشرطة. وطبعا اول واحد المفروض يتحقق معاه ويشكوا فيه مين؟ بالظبط خطيبها المغسله، قصدي لاندري. يعني لاندري ده بقى كان ليه موقف غريب قوي، بدل ما ينزل يدور على خطيبته مع اهلها ولا يواسيهم حتى ولا يقف مع الشرطه، اختفى تماما عن المشهد. لا وكمان وكل محامي يتكلم بالنيابه عنه. ساعتها التحقيقات ما قدرتش تثبت عليه اي حاجه، فبالتالي ما كانش ينفع يتقبض عليه، وفضل لغز اختفاء جابي محير لجهاز FBI نفسه. اما بقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان ليهم راي تاني خالص، كانوا مطبقين على القضيه وقلبين الدنيا على جابي، لدرجه ان هم ما كانوش بيعدوا التفصيل، ما كانوش بيعدوا الهفوه يعني، لدرجه ان المباحث الفيدراليه كانت معتمده في التحقيقات بتاعتها على فيديوهات التيك توك. اول حاجه بقى لاحظوها الشباب ان في صوره اتشيرت على الانستجرام بتاعها بس من غير لوكيشن، ودي عكس عاده جابي، كانت كل مره بتنزل معاها صوره بتنزل معاها لوكيشن. التفصيله الاهم بقى اللي الشباب لاحظوها ان جذور الشعر بتاعت جابي في الصوره لونها كان مختلف تماما عن بقيه الصور اللي كانت بتنزلها مؤخرا، وده معناه ان دي صوره قديمه وحد بيعيد استخدامها. وكمان لما دخلوا على البروفايل بتاع جابي في منصة سبوتيفاي لقوا ان في اغاني جديدة اتضافت للبلاي ليست بتاعتها، بس ملهاش اي علاقة بذوق جابي، حاجة كده زي واحد بيسمع ام كلثوم او عبد الوهاب مثلا اخي جاوز الظالمون المدى، ومرة واحدة تلاقيه بيسمع لحمو بيكا وحسن شاكوش. حاجة غريبة جدا يعني، مريبة برضو تخلي الفار يلعب في الحاجات.
ما علينا. وكان التفسير الوحيد والمنطقي للي بيحصل ده إن في حد بيستخدم الحساب بتاع جابي، وطبعا كلنا عارفين مين الحد اللي كان بيستخدم حسابها، بس للأسف هرب قبل ما يتقبض عليه. بعدها بفترة لقوا عظم في محيط المكان اللي كانت جابي وخطيبها بيعملوا فيه الجولة السياحية بتاعتهم، وبفحص الDNA اكتشفوا إن هو عظمها. وبعد مدة كبيرة ومع البحث الشاق اكتشفوا رفات خطيب جابي اللي ضرب نفسه بالرصاص، ولقوا معاه دفتر مكتوب فيه اعتراف بخط ايده ان هو اللي قتلها. لكن قتلها ليه وازاي؟ ده اللغز اللي لسه لحد دلوقتي محدش قدر يوصل. وبالرغم من كده لما ترجع لفيديوهاتهم على اليوتيوب هتلاقيها مليانة حب وغرام وأحضان وبوق. ما علينا، هي دي السوشيال ميديا، أكذوبة كبيرة وكلنا عايشين فيها.